الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. في حي الشيخ جراح بالقدس أمام الصليب الأحمر تقام شعائر صلاة العيد بتكبيراتها التي توصل رسالة صمود نحو الاحتلال. هنا يقف 3 رجال وحدهم في صف الصلاة، فهم لا يستطيعون تخطي حدود مقر الصليب الأحمر لمشاركة زوارهم بصلاة العيد. أهالي النواب من النساء والأطفال حاضرون بهذه المناسبة. تلحظ حزنا في عيني طفلة تنام بعيدة عن والدها، وهو الذي يقضي عيده الثالث في هذه الخيمة. شعور عزيز وكريم أننا نواجه قرار الاحتلال بإبعادنا وإبعاد المقدسيين. لا شك أن هذا العيد من المفروض أن نقضيه بين أهلنا وأطفالنا وأسرنا وأن نزور المقدسات، ولكن سلطات الاحتلال تأبى إلا أن تفرض علينا سياسة الذل. ليس بعيدا بضع من عشرات الألوف يؤدون صلاتهم في رحاب المسجد الأقصى، قدموا من كافة مناطق المدينة المقدسة. مسجد عرف سعادة الجموع الغفيرة التي تأمه في رمضان والتي وصلت لمئات الألوف في أيام الجمعة. يعود كل لمنزله بعد صلاة عيد سعيد رغم الاحتلال ومضايقاته. ومهما كانت الأوضاع الحمد لله أوضاع الناس كتير كويسة، وبتقبل العيد وفي بهجة للعيد. دائما في تسجيلات، هذا شيء عادي، بس الحمد لله كل شيء تمام، وكل عام وانتم بخير. رام الله التي أحيت كذلك العيد بكبارها وصغارها من المساجد يطلب هنا خطيبها من المصلين تزيين عيدهم بالتكبير ليكون سبيلهم على المحتل. نحن كون أعيادنا عبادة وطاعة وصلة أرحام لابد أن تستمر الحياة، وكما قال عليه الصلاة والسلام إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. يعني هكذا الإنسان المسلم الفلسطيني تحديدا، خصوصا مع قسوة الظروف، يعني يتعالى على الجراح والآلام. هو عيد يأتي هذه المرة كما يؤكد كثيرون بظروف مالية صعبة، بعدما لم تصرف الحكومة هنا سوى نصف مرتب للموظفين، لكن لا بد من الفرحة. عدم وجود الأموال بين أيدين الناس بتكون محرجة أمام، يعني أنت رب الأسرة بتكون أمام أسرتك محرج، مش قادر تجيب لهم أي شيء، ومع ذلك بتكون أنت بدك تتصرف. من الأراضي الفلسطينية كل عام وأنتم بخير. ليس للفلسطينيين إلا أن يحتفلوا بعيد بعد شهر من الطاعات رغم كل ما يمرون به من احتلال جاثم على الأرض ومخططات في القدس للتهويد والتشريد. فبتكبيرات وفرحة العيد يواجه الفلسطيني محتله. جهاد بركات لفلسطين اليوم. رام الله فلسطين المحتلة.